يا صباح الفل والجمال، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ان شاء الله. النهارده مفيش نسكافيه، في قهوه بس. تمام، انا دخلت على الفيديو على طول لاني كنت متاخره وكنت بجيب طلبات. بس قبل ما نبدا الفيديو نصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بعد ما هعمل الاكل معاكم هنزل اجيب شويه طلبات وبعد كده هطلع، وبعد كده هنزل تاني اروح اعمل الاكل في الشارع. هتعملي اكلك في الشارع يا جيجي؟ اه. ليه ما عندكيش بوتاجاز؟ ابسولوتلي مش عندي للاسف الشديد. اللي بتقولي انت دمك بقى خف قوي اليومين دول، والله من غير ما تقولي انا حاسه ان انا دمي بقى خفيف قوي. اصل انا باكل رمان كتير. عقبالك زيي يا رب. مش عارفه، حتى الضحكه مستكترينها على الناس، والله العظيم حتى الضحكه مستكترينها علينا. ما تسيبونا نضحك بدل ما نطلع مبوزين. خلي ربنا يفتحها علينا، نضحك شويه ونهزر شويه. اكيد ستات كتير زي عندهم اكتئاب طول النهار، ما بيعملوش حاجه غير واقفين في المطبخ، يا بيذاكروا للولاد، يا مثلا عيالهم منكدين عليهم، يا جوازهم منكدين عليهم، يا الدنيا كلها منكده عليهم. ما تسيبوا الناس تضحك لمده 15 دقيقه بس. 15 دقيقه بس. ليه مكبرين الموضوع كده؟ ليه؟ مش فاهمه أنا. المهم تعالى نعمل الاكل بتاعنا ونشوف النهارده. النهارده بصي يا جيجي، انت بقالك كتير بتتكلمي على عم جمال. بصوا، خلي ما نسبقش الاحداث، احنا ما نسبقش الاحداث. هنكمل الفيديو معاكم بس بعد ما نعمل الاكله بتاعتنا الحلوه اللي احنا بنكونوا عايزين يوم نقضيها كده ونبقى مش عايزين نقف في المطبخ. فهي دي الاكله اللي انا بعملها. طبعا كلكم اكيد عرفتوها ايه هي. يلا بينا. اول حاجه حطينا المهم استنوا، ايه يا رؤيا عايز تقولي ايه؟ سلمي عليهم الاول. انا اه. عايزه اقول إيه؟ حسيتي انت عايزه تقولي لي حاجه، كل شويه تبصي لي. لا كنت كراسة. الكراسه قومي بقى دوري عليها دلوقتي، عشان الصبح اللي انت عملتيه فيه ده الساعه 6 الصبح ده لا يجوز، لا يجوز. صحيت البيت كله النهارده عشان في كراسه مش لاقياها، صحتني انا وملك وريتاج وكل البيت صحي، وفي الاخر برضو ما لقيناش الكراسه. وعماله تزعق فينا وتشخط فينا وانا ساكته مش عايزه اتكلم عشان هي نازله ايه الصبح كده على مدرستها. قلت يا بنت طولي بالك، ولما ترجع هتتنفخ. لما رجعت طلعت على السلم من غير اسانسير، صعبت عليا بصراحه. قلب الام بقى. قلب الام بقى. الاسانسير عندنا تقولي يا جيجي عطلان على طول؟ اه والله اسانسيرنا ده متعفرت فيه عفاريت. بس انا عملت ايه بقى؟ ركبت فيه وما همنيش يطلع وينزل يتمرجح بيا ويقف فيا في الادوار. قلت والله ده انا طالعه راكبه فيه عافيه. في المهم نزل بيا فين؟ وقف بيا في الدور السادس بس طلع سنه كده لفوق. قمت فاتحه الباب ونط على طول على جوه. قلت مش مهم السادس حلو، اطلع بقيه الادوار. صاحبة الاستراحة. مش مشكله خالص. اتصلت بقى برؤية في المدرسه، قلت لها يا رؤية اوعي تركبي الاسانسير عشان ايه؟ لا يطلع بيكي وينزل بيكي وايه. بلاش. قالت لي ماشي يا ماما، وطلعت يعني على السلم بقى. فانتوا عارفين بقى الادوار العاليه دي وحشه في كده، وحشه في حته الاسانسيرات والحاجات دي كلها. المهم زي ما انتم شايفين كده حبايبي، قطعت بقى الصدق بتاعي وطلعت لحمه مفرومه. ده اليوم اللي انا ببقى مش متبلطجه فيه او بجيب طلبات من تحت، يعني انا ما ببلطجش اصلا، والله العظيم انا واحده ما بقعدش اساسا. انا واحده مخلوقه للبيت وللاكل وللشرب وكده يعني. لقيتي حاجه ملك؟ ما خلصتش. ماشي. ماشي ضنايا، انت ضنايا. انت ضنايا وانت ضنايا. و... وقطعت بقى كل الكلام ده كله اهو. انا بقى بسجل لكم الفيديو دلوقتي، محمله بدري النهارده، يا رب ينزل لكم بدري مش زي امبارح. النت كان عندي امبارح في مشكله ما تعرفوش في ايه، والفيديو نزل متاخر. وانتوا قصرتوا معايا في الفيديو بتاع امبارح، وعامله لكم روتين قوي وجميل جدا والله. وقلت لكم هقعدكم كلكم في البيت، ما سمعتوش الكلام، حسيتوا ان انا بهزر صح؟ استنوني الفتره الجايه وانا هقعدكم كلكم في بيوتكم. هقعدكم كلكم في بيوتكم. بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم، لما تلاقوا حد بيحب يضحككم او يضحك او حاجه، تقبلوا الموضوع. مش عاجبك طريقتي ولا حاجه، اطلعي بالراحه بهدوء من الفيديو كده وخليكي جميله ولطيفه وحلوه حلوه كده، يعني فاهمه ازاي؟ بدل ما اديكي واحده ابسولوتلي انا يبك في بيتك، انت حره بقى. هنخلص بقى ده كله كده وهسيبه على جنب كده وبعدين دخلت هلبس. فصل سنة رابعة لقيتني بتضرب، رحت كده طالعة تاني. تتدربي لي في سنه رابعه؟ كان عندي حصتين فاضيين، اه. فرحت فصل سنة رابعة اقعد مع الميس والعيال. امم. لقيت نفسي الولاد كلها، لقيت انا بتضرب محشورة في النص. انا قصيرة. وبيضربوا بعض ليه؟ هما عشان عايزين يروحوا، اه. يعني هما واقفين برا وانا واقفة في النص عمالة اتضرب واتشتم. طب واحنا ناقصين ضرب؟ انت لسه طالعه من عاهه ورجليكي ووشك ودماغك، يعني رايحه تاني توقفنا في خناقه؟ مش كده بقى، مش كده، حرام عليكم ارحموني. اه يعني يما.
المهم بقى كده قلبت بقى كل الكلام ده كده مع بعضه، وهسيب على جنب. نجيب بقى اللحمه المفرومه بتاعتنا ونحطها وانا كان عندي فراخ اللي هي الكوكيز دي اللي جاهزه دي، طلعتها برضو عشان ايه اللي عايز ياكل كده او كده، يعني كل واحد يعمل ايه ياكل اللي هو عايزه. اللي بيحب لحمه مفرومه ياكلها، اللي بيحب الصدوق ياكله، وهكذا يعني. فاهمين انتوا بقى الليله عندي، وفاهمين ولادي عاملين ازاي. فحبيت بس اشارككم اللحظه اللي انا فيها دلوقتي. نزلت بقى كل الخليط كده، وفي شويه مواعين ورايا هقف اغسلهم دلوقتي، والحله دي برضه عايزه تتغسل. وهلم بقى الدنيا كده وبس. ايه كتبت شويه طلبات كانت ناقصاني، قلت البس كده وانزل على طول اجيبها، وبعد كده ايه اطلع يعني اخد الاكل تاني وانزل الفرن. وطبعا انتوا عارفين ان صاحب الفرن صديق قال لي انت تاني، انت جيتي تاني، على الله اشوفك تجيبي سيرتي وسيره مراتي تاني. قلت له بس كده، حاضر يا عم والله مش هجيب سيرتك تاني، بس انا بيني وبينكم يعني هجيب. انا ما بعرفش اسكت والله العظيم، انا ما بعرفش اسكت. اسالوا صحابي كده عليا انا بعمل فيهم ايه. عملت مقلب في شيري النهارده. ايه هو؟ ايه؟ ايه هو؟ لا مش هينفع اقوله هنا. اتصلت بيها عملت فيها مقلب وهي صدقت. سبتها بقى شويه 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 شويه، وبعدين قلت لها انا بهزر معاكي. هو انت كده مفيش فايده فيكي. انا ما بعرفش اقعد والله ساكته كده قسما بالله. وممكن اكون بصوا قاعده زعلانه ومتضايقه وفيا العبر بس عايزه اضحك واهزر، مش لاقيه حد. لقيت سمر صاحيه الصبح بعت لها برضو كده حاجه، قلت ايه اشوف الدنيا هتمشي ازاي. يلا بينا بقى نشوف، نروح لعم جمال ونشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي. يلا بينا يلا بينا. هياني هياني هيدونا في الاخر ايه؟ جايزه نوبل يا ولاد. تفتكروا الرجاله بعد اللي احنا عملناه ده جايزه نوبل؟ اظنش يعني، ما اظنش. المهم ما علينا. نزلت السوق طبعا بعد ما عملت معاكم، حضرت اهو، لسه ما رحتش الفرن. عملت الاكل اهو، غطيته وسبته وما غسلتش المواعين ونزلت على طول. قلت بقى ايه انزل كده، كان انا عندي حاجات وبكمل عليها حاجات. انا قلت لكم كل اسبوع بنزل اجيب شويه طلبات. جبت بانيه، جبت طبقين بانيه بس. في طبق في كيسه نسيتها عند عم جمال، هيبعتها لي دلوقتي. عم جمال هيتصل بيا، خليكم معايا. جبت البانيه ده كده زي ما انتم شايفين، جبت طبقين يعني. طبعا بما ان خلاص يعني الدنيا اتحلت، فانا بصراحه ما اقدرش استغنى عن النسكافيه ده. فجبت علبه نسكافيه. جبت علبه اطشاب. البنات عندي في اي وقت انا عامله اكل مش حابينه، ريتاج ورقيه. ريتاج ورقيه، انا ولادي اسمهم ايه؟ ريتاج ورقيه. يقوموا على طول جايبين من ده ستريبس كده، ويقوموا محمرين في الطاسه على طول ويخلصوا حمر لحد ما ربنا يكرمنا كده ان شاء الله. ونجيب اسمه ايه؟ الاير فراير. تمام، عشان هم محتاجينه جدا. وعملوا لي يا ماما احنا عايزين اير فراير عشان الزيوت والكلام ده كله. ان شاء الله ربنا يسهل الحال. وعندي طبق لحمه في التلاجة قبل ما تخلص، فجبت اللحمه دي. بصوا بقى، انا في جزار هناك في فتح الله، في اللي هو المستورد وفي اللي هو البلدي. انا بخش اللي جوه شويه اللي هو البلدي، بجيب منه اللحمه دي، بتبقى حلوه جدا عشان جربتها كذا مره بصراحه تحفه. اهو حاجته جميله والاسعار بتاعته حلوه ولحمته في منتهى الجمال. بما ان انا بفكر اعمل دايت، فجبت العيش اللي هو التورتيلا دوت عشان خاطر بالرد اهو. باخد منه نص رغيف بس على قطعه جبنه، حته خياره وبتاع، بخفف شويه من اكلي عشان تخنت 2 كيلو. جبت جبنات للعشاء هنا زي ما انتم شايفين. جبت جبنه تركي قبل الخرف يعني، وجبت حلواني. والشيدر دي جبنه شيدر حلوه قوي، مكعبات كده بنحبها جدا هنا. جبت طبقين من الجبنه التركي عشان ايه؟ للعشاء وللمدرسه يعني، طبق للعشاء وطبق للمدرسه. انا عموما مش بتعشى. جبت جبنه حمراء، وبحب الجبنه قوي اللي هي بالبقدونس دي، ما اعرفش اسمها ايه، بس عارفين ان هي ريحتها وحشه بس انا بحبها يعني. بس حاجه كده عشان ايه؟ واكياس اخليها. جبت ازاز زيت من دي عشان الازاز الصغيره ما بتقعدش معايا. جبت الازازه الحلوه دي، الحلوه القمر دي، جبت واحده عشان تكفيني يعني كده، عشان بجيب الازاز الصغيره مش بتقعد. جبت معجون سنان عشان اللي عندنا جوه اللي هو الحراق قوي ده، وانا مش هراها مش طبعا كلكم سالتوني قلت لي يا جيجي البنات عندك بتستعمل ايه؟ انا مش كل البنات بتستعمل عندي كده. اللي بيستعمل عندي كده ريتاج ورقيه، بيحبوا جدا بديل الزيت. اهو يا بنات الفا اهو، حلو جدا. هم غلوه على فكره، ده كان رخيص جدا، كان ب 100 جنيه دلوقتي بقت 165 جنيه. والله. فالبنزين غالي، فانا حلي بايه؟ طالما البنزين غالي يبقى احنا نحلي بايه؟ جبت فوط للمطبخ عشان انتوا عارفين انا ما اقدرش استغنى عنها. خلاص الفوطين اللي عندي طلعت فوطه جرين واي اللي هي دي بمسح بيها.
هي مش وسخه والله جنجيفه، بس هي لونها مغمق كده. جبت الفوط دي اهو 4 كده، انا بجيب لا 5، 1 2 3 4 5 بحتاجهم، انا ما اقدرش استغنى عنهم. حبايبي حبايبي حبايبي. يا جنسيبه نسيت حاجات، يا جنسيبه نسيتها فين. خدوا بقى كده كلمه يا جنسيبه دي جديده. المهم طلبت من عم جمال دلوقتي كرتونه بيض عشان اشيلها في التلاجة. وهتقولي يا جيجي مش بتجيبي حاجتك بالشهر وكده؟ انا مش بعرف، انا بروح لوحدي، لان طبعا جوزي بيبقى في الشغل مش فاضي، مش فاضي لنا اصلا يعني. بيجي الساعه 6 ولا 5 يا دوبك يخش عايز ياكل لقمه ويريح دماغه. فحتى يوم الاجازه ما بيكسل ينزل يعني حاجات كده. المهم يعني نزلت زي ما انتم شفتوا كده، هنشيل بقى حاجتنا كده مع بعضينا. وانا دلوقتي عشان البن خلص اتصلت بعم جمال ده عشان يحط لي حاجه في الاسانسير، هكملها معاكم ان شاء الله. بس نشيل الجبن بقى والحاجه في التلاجة كده. لا لا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. والله عندي قرنبيطه في التلاجة يا ولاد، لحد عايز يجي يتغدى بيها اهي. بصوا فاكرين ما عملت القرنبيط كنا جايبين 2 اهي، اللي عايز يتغدى يجي ياخد. تمام كده. هنشيل بس كده. العيش ده بقى انا بحبه قوي زي ما قلت لكم، انا بحبه جدا اهو. تمام. لسه خالص عندي يعني، كانت صاحبتي جايباه وعجبني قوي، ف دول بشيلهم في الطويل اللي جوه، ودي هنشيلها هنا. على فكره الطقم ده ملوش علاقه بالبنطلون خالص، انا كنت لابسه حاجه تانية خالص، ولما جيت اصور معاكم قلعت. هشيلهم دي في الفريزر بقى يطلعوها بالليل. اهو عم جمال وصل، عم جمال وصل. استنى ناخد منه البيض وارجع لكم. البيض وصل اهو البيض وصل. ده البن اللي انا بستعمله، كلكم بتبقي تستعمليه يا جيجي، والله العظيم يمكن من ارخص انواع البن يعني، مش عارفه بس هو حلو حلو، انا بحبه يعني. تعالوا نشوفه مع بعض كده وخدوا سكرين اهو. مش عامله دعايه لعم احمد الشيخ والله، ماليش دعوه عم احمد الشيخ اهو. اهو بن احمد الشيخ، بس بصراحه طعمه حلو جدا، وبصوا فاتح كده، مش الغامق اللي هو التقيل يعني. انا بحبه قوي، بحبه قوي. يا جنسي فين يا عم جمال اللي طالبه منك باكو شاي؟ اعمل ايه في الراجل ده؟ اعمل ايه في الراجل ده؟ انت يا جيجي حرام عليك الراجل بصوا يعني انا مش عارفه اعمل ايه فيك يا عم جمال، مش عارفه. بصوا بقى انا هحط كده بسرعه في التلاجة عشان مالك عايزه تفطر. اهو عم جمال اهو. استنى نرد على مش عم جمال، ما تلاقيش عم جمال يا جنسيبه. خلاص يا بنات، عم جمال بعت لنا البيض مع الفطار. عم جمال زي من كارت وريتكم القهوه انا صح؟ عشان بتسالوني عليها كتير، فانا وريتها لكم عشان ايه تبقوا عارفينها يعني. مالك جبت لكم اطياب ها؟ ماشي بس كده. تعالوا بقى نقفل الفيديو ونكمل معاكم كوبايه القهوه، وبعد كده انزل تاني بقى. مجتهده لازم انزل تاني الفرن عشان اعمل بقيه الاكل بتاعي. يا جنسيبه يلا. هنا بقى حبايب قلبي قلت قبل ما انزل وايه يعني اظبط نفسي كده واكافئ نفسي واعمل عم احمد الشيخ اشربه يعني، برضو نعمل دعايه لعم احمد برضو عشان عم احمد ما يزعلش مننا. قلت بقى اعمل كوبايه قهوه كده بسرعه واشربها، وبعد كده لقيت لسه بدري على الاكل يعني، انا عايزه اعمله سخن قبل ما يجوا من المدارس وكده. فقلت ايه لا يبقى خلاص استنى ايه نص ساعه كمان. فقلت يا بنت بما انك انت قاعده قومي كافئي نفسك على التعب وطول النهار شد وجذب مع عم جمال في الشارع، فلازم يا بنت ايه تاخدي موقف. قومي اعملي اي حاجه روقي على دمك عشان لو نزلنا تحت انا وهو بنمسك في بعض. فالمهم ايه قلت اشربها كده بسرعه واخدكم معايا عند عم بتاع العيش اللحمه، معرفش اسمه ايه، اسمه عم احمد. عم احمد. عم احمد اول ما شافني هو اتضايق، مش عارفه ليه، ما عملتلوش حاجه والله. انا بس كنت يعني عايزه اوفق بينه وبين مراته، بس ما حصلش نصيب يعني، كانوا هينفصلوا بسببي بس ماشي. وانا كده عملت حاجه غلط؟ تفتكروا ان انا عملت حاجه غلط؟ انا كنت عايزه بس اوفق راسين في الحلال. هو اشتكاني من مراته، طلعت قلت هنا في القناه، قلت لها ليه بتعملي كده مع عم احمد وبتاع؟ اتاري مراته متابعاني وشافتني بعمل عيش عنده، ومسكوا ببعض، كانت ليله يا دي النصيبه. بس يعني خلاص الحمد لله عدت على خير، رجعوا لبعض الحمد لله، وفقت الاتنين تاني. ادي العيش بتاعنا ده عيش باللحمه وعيش بالصدق، وعملناه والحمد لله عدت على خير مع عم احمد. وعم احمد قال لي ما اشوفكيش هنا تاني، ما تجيش عندي تاني هنا.
قلت له بس ليه يا عم احمد انا عملت حاجه؟ قال لي انت عملتي، انت عملتش اي حاجه، انت عملتش اي حاجه، انا افك معاكي بكلمتين تروحي تقولي لها. قلت له انا ما كنتش اعرف، لو كنت اعرف ان المدام بتاعتك متابعاني في القناه انا كنت شكرت فيها جدا يا عم احمد، بس برضو كنت لو رجعت تاني يعني ضميري كنت برضو هقول اللي انت قلت عليها. بصراحه بصراحه انا بحب يعني اوفق بين الناس كده. اهو ده ابن عم احمد، ده ايد ده ابن عم احمد. ان شاء الله هعرف لكم قصته ايه مع في البيت عندهم واجي اقول لكم. اوكي، اصل انا فتانه مش بتبقى في بقي فوله. هنا خلاص خلصت وطلعت بقى فوق، فردت العيش كده عشان ما ايه ما ينزلش حاجه على حاجه يعني، فاهمين؟ اللحمه المفرومه لوحديها، وبصوا معلمه الصدق كده، حاطه له ايه واحده صدقايه في النص. طلعت فلفل بقى، وكان عندي شيبسي في البيت وكده، وطلعنا واتغدينا والحمد لله اليوم عدى على خير الحمد لله. بكره ان شاء الله احكي لكم قصه جديده عن حد جديد، وربنا يسعدني على فعل الخير. لو حد عنده اي مشكله يقول لي اسمي بس زوجه بالكامل وعنوانكم، وانا ان شاء الله اظبط لكم الدنيا، ما تقلقوش لا تقلقوا. ده سكر من عند عم جمال، ونفسي اعرف ليه يا عم جمال بتقفلي اللبن القفله دي، نفسي افهم ليه بتدخلي الحاجات دي لجوه. ليه؟ بيغلبني والله العظيم عم اطلعهم. وجبت مناديل، قلت له بس انا محتاجه مناديل عشان بعيط كتير، فاداني المناديل دي بس كده، وجبت لبن وجيت. شفت بقى انا شاطره ازاي؟ حطوا لي بقى لايك وحطوا لي كومنت، واشوفكم بكره على خير في فيديو جديد. بحبكم جدا في الله، وربنا يقدرني على فعل الخير.